سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، نطرح عليكم حفظكم الله كلام للشيخ الألباني. نعم. ونود من فضيلتكم التعليق عليه. نعم. وللأسف وجد في أشرطته وكتبه هذا الكلام. يقول حفظكم الله ورعاكم، يقول: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، فما رد فضيلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان قول، هذا تعريف أهل السنة والجماعة، وعليه درجة دعاة السلفية السليمة البعيدة عن التغيير والانحراف في بعض الأمور. قالوا الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح. لا يتم العمل إلا بهذه الأمور الثلاثة، فليس واحد منها شرط كمال، وإنما هي كلها أجزاء للإيمان. وفيما يكون الإيمان، وما هو مقر الإيمان، وما هي الأعضاء التي تحمل هذه العقيدة: اعتقاد، نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، والله أعلم. وكذلك يقول حفظكم الله، يقول: أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفا أن العمل ليس شرط صحة، وإنما هو شرط كمال. ويقول كذلك: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة، فما هو ردكم؟ الرد أن هذا كلام غير نظري في الواقع الذي يقتضيه تعريف الإيمان، وهو نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح. والذين يذكرون هذه الأمور الثلاثة لا يفرقون بينها ولا يفسرونها بما قال هؤلاء، وقالوا هذا واحد منها شرط، يعني شرط كمال، وأما البقية فهي شروط الصحة. الجميع شروط صحة للإيمان، وهو اعتقاد، وهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح، لا يستغنى عن واحد منها. نعم. باقي 3 أسئلة حفظكم الله ورعاكم. شيخ، هنا للأسف كلام يعني يقول: نحن نأخذ القاعدة ونستريح، الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان. يعني أحسن الله عملك لو رجل نطق بالكفر بلسانه يقول العبرة بما في قلبه، فما هو ردكم؟ هذا قول فاسد وقول غير صحيح، لا غير صحيح. فإن نطق بكلمة الكفر معتقدا لها فهو كافر. إذا نطق بكلمة الكفر معتقدا لها فهو كافر، كما قال الله جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وأما إذا كان مكرها أو جاهلا فإنه يذكر بأنك جهلت المعنى، وبأنك وإن ادعيت أنك مكره، وادعيت أنك يعني مكره على ذلك ملزم به، فلك الرجوع وقل أنا لا أعتقد، وإنما كنت مكرها أو خائفا أو متأولا أو غير ذلك، وإنما أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح.
شيخ صالح حفظكم الله ورعاكم، الشيخ ناصر الألباني له جهود في خدمة السنة في التصحيح والتضعيف الأحاديث، وهذه خدمة شكرها عليه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم استدرك عليه في تقسيمه لسنن أبي داود إلى صحيح وضعيف إلى غير ذلك. نحن يا شيخنا ما نتكلم عن هذا، لكن الشيخ الألباني وجدت في أشرطته يا شيخ دعوة يا شيخ خطيرة جدا إلى عدم تكفير عباد القبور، على عدم تكفيرهم، بل يا شيخ لمز شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقال بأنه عنده غلو، عنده شيء من الغلو والشدة، وقال مالي ولهذه الدعوة الوهابية فأنا أنقدها أكثر من غيري، وقال بأنها نبعت من نجد. وقال كذلك حفظكم الله ورعاكم عن مسألة ترك عمل الجوارح، يقول أن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان، وينسب ذلك إلى السلف. هذا آخر سؤال يا شيخنا وجزاك الله. هذا أجبنا عليه خلاص، شرط كمال هذه كلها قلنا كلامه في الإمام المجدد يا شيخنا الله يعفو عنه مخطئ. الله المستعان. أنا أقول بأن كلام الألباني في الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه مؤاخذات كثيرة، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تأثر بدعوته الجميع، وهناك مناهضون لها، وهذا الكلام الذي نقل عن الألباني إن صح عنه فهو من كلام المناهضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد رموها بأنها تكفيرية وأن فيها ورموها بأنها هذه الدعوة فيها تشديد وفيها تكلف وفيها كل هذه أمور. الذين استقاموا على هذه الدعوة وقبلوها عاشوا في هذه البلاد الدولة السعودية الأول ودورها الثاني ودورها الثالث الآن الذي هو أنشط الأدوار، ولله الحمد يقومون بهذه الدعوة ويحمونها، ونسأل الله للجميع التوفيق. جزاك الله خير وضاعف الله مثوبتك وغفر الله لك على سعة صدركم يا شيخ صالح. السلام عليكم. حياك الله شيخ صالح حفظكم الله.